السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهارده يا شباب مع آخر جزء من ال DNA اللي بنشرح فيه المولكيولار تكنولوجي. المولكيولار تكنولوجي هو تطبيقات على كل اللي احنا درسناه في الدي ان اي، او بالمعنى البلدي كده هي الجينيتك انجينيرنج. طيب احنا بندرس في المولكيولار تكنولوجي فور تكنيكس: الدي ان اي هايبردايزيشن، الريستريكشن انزيمز ودوره في عملية الكلوننج او استنساخ الدي ان اي، وكمان الريكومبيننت دي ان اي. مبدئيا كده الهايبردايزيشن يعني ايه؟ كلمه هايبريد، هايبريد معناها هجين، فكلمه هايبردايزيشن معناها بمعنى تهجين الدي ان اي. طب الدي ان اي هايبردايزيشن في منهجنا معناه ايه؟ معناه ميكسينج تو DNA from two different sources. خلي بالك انا هنا مش بخلق او مش بنتج كائن جديد، انا بس بميكس دي ان ايه من كائنات مختلفه. طيب التقنيه دي بتعتمد على ايه؟ بيقول لك ان انا لو عندي دي ان ايه مولكيول دبل ستراندز يعني، وعرضته لدرجه حراره 100، درجه حراره 100 دي بتعمل ايه؟ بتكسر الهيدروجين بوند اللي ما بين البيزس وبعضها، ولذلك بيتكون عندي تو سنجل ستراندد من دي ان اي. طيب احنا لقينا ان السنجل ستراند ده دايما بيكون انستيبل، يعني اول ما يحصل ديكريز للتمبريتشر عشان يستابلايز نفسه ويبدا يسعى للاستقرار كده، هيبدا يدور على اي سنجل ستراند دي ان اي او حتى ار ان اي ويمسك فيه، يعمل معاه النيل او ستيك، يمسك فيه ويكون دبل ستراندد مره تانية او دبل ستراندز مره تانية. بس ده بيعتمد على وجود complementarity between التو ستراندز. تاني، لو انا عندي دي ان اي دبل ستراندد عرضته لدرجه حراره 100، هنلاقي ان الهيدروجين بوند اللي ما بين البيزس اتكسرت وتكون عندي تو سنجل ستراندز من دي ان اي. السنجل ستراند دي ان اي بيبقى انستيبل، عشان يستابلايز نفسه هيبدا اول ما نقلل درجه الحراره يدور على اي سنجل ستراند دي ان اي او حتى ار ان اي، بشرط ان يكون ما بينهم شورت كومبلمنتري بيز بيرز على الاقل، ويعمل معاه ستيك او انيل. طيب بيقول لك ان الديجري اوف ستيكينج او الديجري اوف انيلينج كان بي ميجرد ازاي؟ اقدر اقيسها ازاي؟ طب بيقول لك ان الديجري اوف ستيكينج او انيلينج كان بي ميجرد by measuring the temperature needed to separate the hybrid DNA. طب احنا عايزين نفهم اكتر. بيقول لك ان انت عندك مثلا دي ان ايه، عندك دي ان ايه تو ستراندز عادي اهو دبل ستراندد، ماشي. الدي ان ايه دبل ستراند ده وليكن مثلا بتاع هيومن، انا جيت سخنته لحد درجه حراره 100 هينفصل الى تو سيبريت ستراندز. طب وعندي دي ان ايه كمان مثلا بتاع شمبانزي اهو موجود معاه، سخنته لحد درجه حراره 100 هينفصل الى تو سيبريت ستراندز. وعندي دي ان ايه بتاع دوج سخنته ل 100 هينفصل الى تو سيبريت ستراندز. لما اجي ابرد مره تانية، احتمال ان الدي ان ايه بتاع الهيومن يرجع يمسك في نفسه مره تانية، بس احتمال برضو ان الدي ان ايه بتاع الهيومن يمسك في الدي ان ايه بتاع الشمبانزي ويتكون عندي هايبريد دي ان ايه من الهيومن والشمبانزي. واحتمال ان الدي ان ايه بتاع الشمبانزي مثلا يمسك في الدي ان ايه بتاع الدوج. انا عايز اعرف انهي هايبريد دي ان ايه اقوى، عايز اعرف درجه الستيكنج ما بين كل دي ان ايه كانت ايه. طيب بيقول لك ان انا هاجي اسخن الهايبريد ما بين الهيومن والشمبانزي مره تانية، فمثلا هينفصل عن درجه حراره 90. بس لما اجي اسخن الشمبانزي دوج هايبريد الدي ان اي بتاع الدوج والشمبانزي مره تانية هينفصل مثلا عن درجه حراره 60 مثلا. يبقى معنى كده ان الهايبريد هيومن شمبانزي كان اقوى ما بين الهايبريد شمبانزي دوج، وده لان الهيومن والشمبانزي مور ريليتد، وبما انهم مور ريليتد هيبقى عندهم great complementarity اعلى. النيتروجينوس سبيسز اللي ما بين الاثنين هنا اللي ما بين الهيومن والشمبانزي هتبقى كتيره جدا، ولذلك احتاجت درجه حراره اعلى عشان تنفصل. ولكن الشمبانزي والدوج ما فيش ما بينهم complementarity عاليه، ولذلك احتاج درجه حراره اقل عشان ينفصل. يبقى ال degree of hybridization can be measured by the temperature needed to separate the hybrid DNA once more. تمام؟ طبعا استفاد من ده بايه؟ يعني ايه اللي انا استفاده لما انتج هيومن شمبانزي هايبريد ولا هيومن دوج هايبريد؟ طيب بيقول لك ان الهايبرديزيشن ليه اهميه الهايبرديزيشن اول حاجه ان انا measure the evolution relationship between two species. The closer the evolutionary relationship between two species the more similar their DNA، وبالتالي كان the greater the complementarity between them. كل ما كانت الكائنات اقرب في الايفولوشن ريليشن شيب كل ما كان الدي ان اي بتاعهم more similar، وبالتالي الكومبلمنتاريتي ما بينهم كانت اعلى. طب انا برضو هستفاد ايه لما كان اعرف الهيومن اقرب للشمبانزي ولا اقرب للدوج؟ بيقول لك ان هنا في استفادتين ممكن نستفاد بيهم في الكلاسيفيكيشن في التصنيف. يعني بيقول لك ان زمان كان الاردم مثلا بيصنف من الرودنشيا او القوارض،
ولكن بعد اكتشاف التقنيات الحديثة وبعد دراسة الدي ان ايه بتاعهم فبدأنا نصنفه في مجموعة مختلفة خالص اسمها لاجومورفا. لو انا ماشي في مكان ما في غابة ولقيت كائن، يعني انا ما اقدرش، كائن جديد انا مش عارف اميزه، لو انا عايز اصنفه هبدأ اخد الدي ان ايه بتاعه واقارنه بالدي ان ايه بتاع الكائنات اللي انا عارفها، واشوف هو اقرب لمين واحطه مع الجروب بتاعه. طيب اقدر كمان استفاد من ده في الدراج اندستري، يعني عايز اجرب علاج جديد على الانسان، بدل ما اروح اجربه على الانسان مباشره اروح اجربه على اقرب كائن للانسان وليكن الشمبانزي مثلا، عشان اعرف تاثير العلاج ده عليه ايه. طيب في اهميه كمان، بيقول لك ان برضه بالهايبرديزيشن اقدر احدد determine the presence of certain gene in a genome، اقدر احدد وجود جين ما في جينوم كائن. مش بس كده، انا اقدر احدد كمان مش وجوده فقط، اقدر احدد كميته the amount of the gene in a genome. طب ده ازاي؟ بيقول لك مثلا وليكن، هل مثلا كائن زي السلمندر او كائن زي الشمبانزي عنده جين الانسولين؟ طب انا ما اعرفش اعمل ايه، اقوم رايح جايب الهيومن جينوم كله، ادي الهيومن جينوم، احدد في وجود جين الانسولين، وليكن ده جين الانسولين، واقوم رايح عامل كومبلمنتري سيكونس لجين الانسولين ل one strand of the insulin gene by using radioactive nucleotide. يعني اول حاجه هنا هعملها، هعمل preparing لسنجل strand complementary to the insulin gene، the human insulin gene by using radioactive nucleotides. طيب انا عايز اكشف في جينوم الشمبانزي وليكن، اقوم رايح جايب جينوم الشمبانزي، ادي جينوم الشمبانزي كله، واقوم رايح حاطط معاه قطعه الكومبلمنتري ستراند اللي انا عملتها بتاعه ايه، بتاعه الانسولين جين، واسخن لحد درجه حراره 100. ايه اللي هيحصل؟ ان الجينوم بتاع الشمبانزي هينفصل الى تو سنجل ستراندز ومعاهم قطعه الجين اللي انا حاططها. لو الجين موجود في الجينوم هيلاقي الكومبلمنتري سيكونس بتاعه ويروح يعمل انيلينج او ستيكنج ليه. كده انا اتاكدت ان الجينوم بتاع الشمبانزي فيه جين الانسولين. طيب انا عايز اعرف كميته، بدل ما اجهز شورت سيكونس واحد بس، لا انا اعمل 1000 سيكونس، 1000 شورت سيكونس كومبلمنتري لجين الانسولين، واحطهم او ميكست مع الجينوم بتاع الشمبانزي. طيب اعد الريت اوف فورميشن اوف راديو اكتيف دبل هيلايسيز، اعد معدل تكوين الراديو اكتيف دبل هيليكس اللي هيتكون، وعلى قده يبقى الجين موجود بكميه معينه في الجينوم. طب اديك مثال من المنهج، احنا عرفنا ان الار ار ان اي جينز موجود منها في الجينوم بتاعنا 600 نسخه، وده كان مثال على الريبيتيتيف دي ان ايه. طب احنا عرفنا منين ان في منهم 600 نسخه؟ طيب اقول لك، احنا جهزنا للار ار ان اي جينز نسخ كتيره جدا وليكن 1000 كومبلمنتري سيكونس باي يوزنج راديو اكتيف نيوكليوتايدز، وعملنا لهم ميكسنج مع الهيومن جينوم وسيبناهم يعملوا انيلينج او ستيكنج، لقينا ان اتكون عندي 600 راديو اكتيف دبل هيليكس، وده معناه ان الجينوم بتاعنا بيحتوي على 600 نسخه من الجينات المسؤوله عن انتاج الار ار ان اي. ده كان في السريع الدي ان اي هايبرديزيشن. لو انت عندك اي سؤال ابعت لي في اي وقت، ما تتكسفش، واستنوني كده في فيديو جديد بنتكلم فيه على بقيه التقنيات الكلوننج والريستريكشن انزيمز. سلام.